فيديو النهاردة عن أم سما حوارات. فيديو النهاردة عن الحاج سيد وموضوع زواج أم سما للمرة التانية، وموضوع بنتها سما وآية وعلاقتهم بالحاج سيد. ايه اللي قاله أبو زياد وليه قرر يكشف أسرار الستات؟ ليه انت مركزتش يا أبو زياد مع رجالة العيلة؟ ايه اللي خلاك توصل لأم سما؟ هنشوف رد ناري من الحاج سيد على أبو زياد، هنشوف رد ريماس على أبو زياد. تفاصيل كتير هنوضحها لحضراتكم النهاردة. تابعونا بس من فضلكم لايك للفيديو لو تكرمتم، ولو مش مشتركين في قناتي طبعا هيكون شرف ليا تواجد حضراتكم. كل عيلة حوارات، حمد ووفاء، محمود وسحر، عيلة الحاج جابر، أبو زياد، تواجدكم ومتابعينكم شرف لينا وفوق راسنا. طبعا مش هننكر ان عيلة الحاج جابر بأكملها ليها جمهور كبير جدا وناس كتير جدا جدا بتحبهم بطريقة غير عادية. ومش هننكر برضو ان هم من الناس اللي على اليوتيوب المحبوبين، لان محتواهم حتى لو في خلافات مش بيظهروها. محتواهم جميل لانهم بيظهروا الطاقة الإيجابية فقط، ما بيظهروش خلافات، ما بيطلعوش يردوا، حتى لو ليهم الرد ما بيطلعوش يتكلموا. كل اللي هم هدفهم ان يطلعوا طاقة إيجابية، لان هم عارفين ان محتواهم ترفيهي، فمش بيحبوا يدخلوا الحاجات اللي مش كويسة بمحتواهم. طيب ايه موضوع ابو زياد وكلامه على ان ام سما شقيقة عيلة حوارات بنت الحاج جابر، ان بنتها سما وآية مش ولاد ابو سما، وان كان سبق ليها الزواج وانجبت البنت والبنتين دولي، ليه الحاجة سعدية ما اخدتهمش زي ما اخدت ولاد ابو زياد؟ طيب بص يا ابو زياد، انت موضوعك مع رجالة العيلة، مع الشباب، يرضي مين ان انت تطلع تتكلم على ام سما؟ عمرها ما اتكلمت عليك، عمرها ما جابت سيرتك، محدش جاب سيرتي، ما كانش حد يعرف المعلومة دي. حضرتك لما طلعت المعلومة دي خلاص بقى الناس كده تعاطفت. انت موضوعك مع عيلة الحاج جابر. والله من الناس اللي كنت بتمنى واللي كنت بقول نفسي ابو زياد يرجع للعيلة تاني، نفسي موضوع الصراعات ده ينتهي، نفسي الاولاد يزوروا ابوهم من وقت للتاني، نفسي يلموا الشمل عشان خاطر نفسية الاولاد. وابو زياد له الحرية يتجوز، يعمل اللي هو يعمله، والاولاد يكون بين عيلة الحاج جابر وبين باباهم، والفجوة دي تخلص بأي طريقة. لكن ان احنا نوصل ان احنا نجيب اسرار الست ام سما ربنا يبارك لها، اولا ما عملتش حاجه حرام ولا عيب ولا اي حاجه انها تستحي منها. واحده اتجوزت ويمكن اولادها كانوا صغيرين، اتربوا على ايد ابو سما، طلعوا يقولوا له يا بابا، اعتبرهم ولاده. ام سما حاسه ان زوجها بيحب الاولاد، عشان كده ما ادتهمش لامها. يمكن زوجها الاولاني عادي متفاهم، والله اعلم بقى زوجها عايش، هي ارمله مطلقه. كل الموضوع ده يا ابو زياد ما كانش لازم يخرج على السوشيال ميديا. طيب رد الحاج سيد بالفيديو اللي كان عيله حوارات عاملاه طبعا لما هو رجع من السعوديه. هو محتضن الاولاد، شايفين محتضن سما وآية وكأنهم ولاده بالفعل. احنا عمرنا ما كنا نفرق ان هما مش ولاده، لان بنشوف معاملته من خلال بعض اللقطات اللي كان بيظهروا بيها بالفيديو. عمرنا ما شفنا او حسينا ان سما مش بنته. ده حتى الناس بتقول له يا ابو سما. كون ان هو يسمي نفسه بالبنت مش بنته، ده دليل ان هو من جواه بيعتبرها بنته، وان هو ربها من جواه، حس ان البنت بنته وتربت على ايده. عشان كده اللقب بتاعه ابو سما. اكيد عنده بنات تانية ما بيتنداش بيهم، بيتندى بسما. طبعا رد ابو سما لما جاء محتضن الاولاد، وزيك يا ريماس، ده انت فاكهة العيله، ده انت المكسرات، ده بتحبيني قد ايه يا ريماس، بحبك قد الدنيا، بحبك قد البحر، بحبك قد الحلويات.
بقى بيرد رد كده ان شوف بناتك بيحبوني ازاي، ويعني ليه انت تطلع تتكلم على زوجتي وتكلم على ولاد زوجتي، وليه تعرف الناس حاجة ما كانش حد عارفها؟ انت مشكلتك وانت ماشي قانوني، خد حقك قانوني. عيلة الحاج جابر ما بتتكلمش، انت خلاص مستمر بالقضاء او التقاضي بينهم. ما كانش المفروض ان انت تقتحم الستات بالموضوع على السوشيال ميديا بالشكل ده. بتمنى طبعا ان ولادك يرجعوا لك، بتمنى الخلافات دي تنتهي، بتمنى يعني ان احنا ما نطلعش حاجة من حياتنا الخاصة على السوشيال ميديا. ولو بينكم خلافات يا ريت تنهوها عشان الأولاد ما تدفعش الثمن. هستنى تعليقاتكم. تحياتي كل متابعين المحترمين بكل مكان، شكرا لكم.